البرتغال تربح، بس البرتغال قوية عليهم بزاف وتكنيك وكلش. المغرب كاش امكانيات، ما والو، يطيقوا يلعبوا في استاد عندهم غير ديفونس قوي، ولهنا ما يزيدوش. نتوقع باللي تربح البرتغال، خاطرش عندهم بزاف لي جوار ولي زونسيان على منتخب المغرب. من مائك، من جبالك، من هوائك، من أريافك، من مدنك، من كل شجر وحجر يسكن أرضك يا مغرب، تشربنا السمو والسؤدد. ألا تنشدون كل صباح إخوتي هيا للعلا سعيا؟ ألم تغنوا في ليالي الأنس؟ عمرك شفت السباع خايف كي تخلع؟ هيا بنا، هيا بنا أيها السبع الأطلسي الشرس إلى حلم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أراه وأنا أقف على جبال الأطلس براية الحمراء. هنا فيها محاولة لمنتخب البرتغال داخل منطقة الجزاء. ياسين في التوقيت المناسب، في التوقيت والأول في الأدوار الإقصائية يأتي هنا بالنسبة للمغاربة مع منتخب البرتغال. كرة بمحاولة راسية راسية راسية. ينصيري سدده بالقدم اليسرى من حكيم، لكن إلى تماما. كلما امتدت المواجهة كلما زاد القلق والحذر والخوف. ياسين التحام ما بينه وما بين برونو فرنانديز، يسقط على إثره اللاعبان في أرضية الملعب. هذه الكرة، هذه المحاولات العرضية، التحام قد يكون طبيعي نوعا ما بين الاثنين. جزاء راسية من يوسف نصيري. الكرة الراسية لكن أيضا راسية وإبعاده لا زالت مستمرة. تسديدة خطيرة جدا، خطيرة جدا كرة جواو فيليكس، لكن وبالرغم من كل الامكانيات الكبيره على ان دائما الاخ وما يقدمه. كره بمحاوله مغربيه الان وصلت الى الجهه اليسرى، عرضيه داخل منطقه الجزاء. مغرب العز بين الامم، مغرب العز بين الامم. الصيري ينصر دينك يا يوسف، ينصر دينك يا يوسف. اول الاهداف، احلى الاهداف. يا الله يا الله يا الله، المستحيل ليس مغاربيا. أداء الضائع، وانتهى الشوط الاول بتقدم المغرب بهدف مقابل لا شيء عن طريق اللاعب يوسف نصيري. المباراة يشير بالاستمرارية، تعود المحاولة من جديد، تسديد. كرة برونو مرت إلى خارج أرضية، عادت للمغرب وبعدت، زالت مستمرة وقائمة خطيرة. تسديدة بطل يا ياسين، خلصها. لا 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 لمنطقة الجزاء، راسية إلى خارج أرضية الملعب من بيبي، مرت إلى ركلة مرمى من بيبي. صفر 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 للتاريخ، لكبرياء العرب، لكبرياء العرب ولأحلام تحولت إلى أرض الواقع. الله يا مغرب الله.